انا بشغل كتف على الفاضي، مش بستهدف الظهر. السلام عليكم يا رجاله. هنتكلم عن تمرين مهم جدا للظهر النهارده، التمرين الترومبا وانت مرتكز على الدكه. التمرين ده مناسب جدا لو انت شخص مبتدئ وما بتعرفش تلعب التجديف بالبار بشكل مناسب، او لو انت عندك اصابه في ظهرك ومحتاج ان ما يكونش فيه حمل على القطنيه او الفقرات. هنشوف مع بعض ده سليم دلوقتي. اول حاجه طبعا كده الجهاز ده على الواسع، فطول ما انا بلعب على الواسع زي ما قلنا قبل كده انا بشغل الظهر من جوه، وطول ما الدكه مرتفعه بالطريقه دي انا بشغل الظهر من فوق بس. فمن الاخر كده احنا بنشتغل من جوه الظهر الزاويه الفوقانيه خالص. هنشوف مع بعض الاداء السليم دلوقتي. طبعا عندها زاويتين كده هنا، ان بمسكها من تحت او من فوق، الاثنين صح مفيش مشكله، بس الاختلاف ان الزاويه الفوقانيه دي هتشغل من فوق خالص، والزاويه دي اللي 8 شويه هتشغل من تحت شويه في الظهر. بالنسبه لي الزاويه المفضله اللي هي ال 8 الخفيفه دي. بداية خالص انا احط رجلي، طبعا سواء بحط رجلي تحت او فوق الجهاز ده حسب طول جسمي مش اكتر. صدري لازم يبقى لفوق كده منصوب بالشكل ده، يعني لو انا باصص في المرايه لنفسي هلاقي صدري منصوب خالص، او باين اغلب الشيست كده باين معايا. في السحبه بتاعتي بقوص ظهري لورا كده بالطريقه دي، وانا بنزل بحاول احافظ برضه على بنش منصوب، وفي نفس الوقت ما اخليش الفرده كامله كده، لا انا كوعي هو اللي بيروح، كوعي اللي بيسحبني بالطريقه دي اهو. السحبه هنا فيها الزفير فوق، والنازله هاديه وفيها تحكم وفيها الشهيق. حاجه تانية مهمه برضو، بما ان انا خدت الزاويه الثمانيه دي ما ينفعش ان كوعي يكون يعمل كده قدام. انا بالظبط انا محتاج ان التراي توازي المسطره بالظبط، يعني المسطره اهي، التراي وانا ماسك اهو اتجاه التراي معايا موازي للمسطره، ولا انا اكون كده ساعتها بشغل كتفي. لو انا رفعت ايدي الكوع لفوق انا بشغل كتفي على الفاضي، مش بستهدف الظهر. ده الاداء السليم. جود لك يا شباب، اشوفكم فيديو جاي. لا انا لازم الحركه بتاعتي عموديه، جسمي بالظبط شكله، انا بقوى صدري لقدام كده، حاجه بسيطه.